إخوتي الأحباء، أهلا بكم. أخذكم بإيديكم إلى رحلة جميلة عن عبادات شهر شعبان المبارك. إن لهذا الشهر الكريم عبادات عظيمة. فكرة بسيطة: كم مرة أجلنا وسوفنا وأخرنا وقعدنا نأجل ونسوف ونأخر بناء على عبارة قد وسوس إلينا الشيطان بها وجعلها دائمة في عقلنا. إيه هي العبارة ديت؟ عبارة بتقول لنا دايما: لما يجي رمضان هصوم. طب ليه ما تصومش من دلوقتي؟ تدرب نفسك على الصيام. يقول لك: يا عم لما يجي رمضان هقوم الليل وأصلي. طب ليه ما تقومش الليل من دلوقتي وتصلي من دلوقتي؟ يقول لك: يا عم لما يجي رمضان هبقى أذكر ربنا وأدعي براحتي. طب ليه ما تذكرش وتدعي من دلوقتي؟ يقول لك: لما يجي رمضان أبقى أتلو القرآن وأتدبر في معانيه. ليه لا تتلو القرآن وتتلذذ به دلوقتي وتتدبر في معانيه؟ لذلك دائما يخدعنا الشيطان بهذه العبارة، وكل الشياطين مجتمع على ابن آدم اجتماعا عظيما خاصة في شعبان. ليه؟ عشان تفسد عليه حلاوة العبادة في رمضان، فتخليه يعصي ربنا في شعبان ويكسر من المعاصي والذنوب والآثام حتى لا يدخل على رمضان بنفسية إيمانية عالية وهمة إيمانية عالية، فيكون عنده فتور في العزيمة، يكون عنده تأجيل وتسويف للعبادة، يكون عنده مخططات فاشلة عمال يضحى قبل رمضان دون أن يعلم أن التخطيط الحقيقي لرمضان يكون تدريجيا رحيما، في رحمة وفي شفقة على النفس، وفي نفس الوقت في اندماج في بيئة الإيمان. فالموضوع كبير، ولكن أخونا الحبيب هو منغمر في حاجة واحدة بس، فاكر إنه هيقوم بها لوحده. وربنا ما قالش إنك تقوم وتصلي لوحدك، ربنا قال أن تقوموا لله مثنى أو فرادى، يعني خطوات وفي بيئة جماعية وفي بيئة إيمانية. فإيه اللي بيحصل معانا؟ اللي بيحصل معانا إن الشيطان بيوسوس لنا حتى في العبادة عشان خاطر يقلل لنا من أجرها أو يدخلنا فيها غلط. واحد السلف الصالح كان بيقول قولا مشهورا ولكننا لا نفهم معناه: أن في رجب الذرعة. يعني إيه في رجب الذرع؟ يعني بناء العبادات بتكون من بداية شهر رجب. بناء العبادات، بناء الأوراد، أوراد الذكر والاستغفار والدعاء، أوراد الصلاة والقيام، أوراد تلاوة القرآن وحفظه وفهم معانيه. فيكون هنا البناء والتقدم في البناء لهذه الأوراد وهذه العبادات. وفي شعبان الثمار، يعني يكون في شعبان الثمار، فتنمو العبادات في شعبان وتزدهر وتكسر وتبرق في شعبان. حينما تكسر من عبادتك في شعبان وتبقى عندك صلاة، الكثير من الصلاة، الكثير من قراءة القرآن، لك جزء قراءة للقرآن في اليوم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: إنها والله لبشرى سارة لتالي القرآن أنه يؤجر على القرآن سواء قرأه بالظاهر أم قرأه بالباطن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت قرأت القرآن ففهمت معانيه، ستأخذ أجرا عظيما على أنك فهمت معانيه وحسنات جميلة وتدخل في جنة القرآن. فإذا قرأت القرآن بالظاهر وما فهمتش أي حاجة من معانيه، بس أنت كنت بتقراه كده وخلاص على قد فهمك أو على قد ما قدرت تفهم بعض المعاني الكلمات البسيطة وقرأته عادي كده من غير ما تتعمق فيه، برضه هتاخد أجر عظيم وبرضه هيغير لك حياتك. فسطوة القرآن على القلوب عظيمة، هتغير لك حياتك، وكلما اجتهدت في التفكر فيه كلما غيرت حياتك كما غيرت حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ففين الكلام ده كله مننا واحنا في شعبان؟ لازم نعمله في شعبان ونتلذذ بيه في شعبان عشان نذوق الحلاوة هذه العبادات في رمضان. وقالوا: وفي رمضان الحصاد، تبدأ تحصد ما جنته يداك، تبدأ تحصد ما جنته يداك من الأعمال الصالحة ومن الخيرات. ولكن أفضل الأعمال في شعبان، اللي هو عنوان الفيديو، أفضل الأعمال في شعبان إيه هي؟ أفضل الأعمال في شعبان كثرة ذكر الله عز وجل وصلة الأرحام. تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ليست الصيام، تكثر من الذكر من الذكر من الذكر من الذكر من ذكر الله. صوم على قد ما تقدر، وانت مشغال مش عايز تصوم عشان انت شغال عادي، بس اثناء الشغل تكثر من سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، تكثر من الاذكار الخفيفه اللي انت حافظها واللي انت عارفها، تقعد تكثر من قولها بلسانك خفيه او بقلبك حتى يتلذذ بها قلبك وعقلك وفؤادك، فتداوم عليها دايما، فتكثر من الاذكار. ودي عباده عظيمه جليله
جميلة جدا هتخلي قلبك منفتح على القرآن ومنفتح على الصلاة والخشوع فيها ومنفتح على كل العبادات إذا أتقنت عبادة الذكر. فتكسر من الأذكار في شعبان. ثم تاني عبادة عظيمة صلة الأرحام، تروح تزور قرايبك، إخوالك، خالاتك، عماتك، درسيدك، مش عارف إيه، تزور قرايبك وتصل أرحامك وتقعد معاهم كتير، لأنك أنت المفروض ما تزورهمش في رمضان، أنت المفروض تزورهم في شعبان. فزيارتهم في شعبان واجبة، تاخد لهم بلح رمضان، أي حاجة من الأعمال الخير ديت تعملها، لأنك أنت في رمضان هتكون مشغول عنهم بالعبادة، هتكون مشغول عنهم بالدعاء، هتكون مشغول عنهم بالقرآن، هتكون مشغول عنهم بالصيام، هتكون مشغول عنهم بأوراد من العبادات ومن التهجد، لأنك إن دخلت جنة رمضان علمت أن جنة رمضان هتاخدك من نفسك إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى والتلذذ بعبادته وحده سبحانه. هي دي بقى حلاوة رمضان. ودخول جنة رمضان يستلزم إليها حاجتين اتنين: الحب والمحافظة، حب الصيام والمحافظة عليه، حب الصلاة والقيام والمحافظة عليها، حب تلاوة القرآن والمحافظة عليه. فتبقى أنت بتحب التهجد لأنه يضيء وجهك بالأنوار وتنور قلوبك بالأنوار أيضا والأذكار، فتدخل حياة الأوراد وحياة الأذكار في رمضان. إذا علمت هذا الأمر العظيم، إذا فعلت في شعبان الكثير من العبادات والأوراد وتقدمت في شعبان، ستلقى هذا التقدم وثمرته وحصاده في رمضان. واستغل الفرص واقتنص فرص العبادة. فلو لقيت مثلا جامع من الجوامع القريبة منك في مقرأة قرآنية بعد العصر أو مقرأة قرآنية من المغرب للعشاء، روح واستغل الفرصة. أو كنت بتشتغل وقت الفراغ من الشغل وغيره، استغل الفرصة واقعد عشان تسمع النطق الصحيح للقرآن، يبقى نطقك صحيح للقرآن فتتلذذ بمعانيه أحسن ما تقرأ غلط وتتلذذ بتلاوته وبالتعمق في معانيه وغيره وغيره وغيره. يمكن يكون شيخ المقرأة كمان بيشرح الآيات فتتلذذ كمان بمعرفة المعاني، ويبقى ربنا عمال يفتح عليك فتح من ورا فتح من ورا فتح. فاستغل كل هذه الفرص وتقدسها حتى يفتح الله علينا جميعا. وإني أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا حسن الأعمال في شعبان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الأعمال في شعبان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الأعمال في شعبان. اللهم بلغنا رمضان على حسن الصيام وحسن القيام وحسن الذكر والتوجه والدعاء، واستجب لنا دعواتنا وحقق بفضلك يا رب أملنا ورغباتنا في شعبان وفي رمضان. آمين 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 يا عزيزي يا وهابي الكريم. وشكرا لكم أحبتي على حسن استماعكم لأخوكم محمد ياسر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم.